لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الحج واحد الركن من الأركان ديال الإسلام، وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر واحد المرة في الحياة، ملي توفر القدرة والاستطاعة المالية والبدنية. المرأة خصها زيادة على الرجل يكون عندها المحرم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج عنده 3 ديال الأشكال تيقولوا لها الأنساك، وكل نسك عنده الصفة ديالو والواجبات ديالو، خص الحاج لازم يديرها باش يكون الحج ديالو صحيح. وهاد الأنساك هي التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو اللي أحسن من هاد 3، وهو النسك اللي أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأصحاب ديالو باش يديروه. التمتع هو ملي تيدير الحاج الإحرام ديالو في الشهور ديال الحج، وملي يدير الطواف والسعي ينقص من الشعر ديالو ولا يقرع ثم يتحلل، وفي نهار 8 ذو الحجة يدير الإحرام عاوتاني للحج. أما القران فهو ملي تيدير الحاج الإحرام للعمرة والحج في خطرة وحدة، ويقول لبيك عمرة وحجة. ملي وصل لمكة يطوف طواف القدوم ويدير السعي للحج والعمرة جميع، ويبقى في الإحرام ديالو حتى يسالي الحج ديالو. أما الإفراد فهو اللي تنوي فيه الحاج غير الحج بلا العمرة. وأفضل هذه الأنساك هو التمتع، ثم القران، عاد الإفراد. تتبدأ الأركان ديال الحج بالإحرام، والإحرام هو النية باش تدخل في النسك اللي اختاريتيه، سواء التمتع أو القران أو الإفراد. وحنا إن شاء الله غادي نبينوا النسك ديال التمتع، لأنه هو الأحسن وهو اللي تيديروا الأكثرية ديال الناس في هذا الزمان ولله الحمد. الإحرام خصو يكون في واحد الميقات من المواقيت اللي بينها النبي ديالنا محمد صلى الله عليه وسلم للناس اللي جايين من كل بلاصة لبيت الله الحرام قبل ما يوصلوا ليه. وهذه المواقيت هي ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، اليوم تيقولوا له أبيار علي. الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، ولكن الناس تيديروا الإحرام دابا في رابغ لأنها قريبة من الجحفة. قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، دابا تيقولوا له السيل الكبير. يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، دابا الناس تيديروا الإحرام في السعدية. ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق. وأهل مكة تيديروا الإحرام في مكة في الحج، والعمرة تيديروا لها الإحرام في التنعيم ولا في أي بلاصة خارج حدود الحرم. وحتى أهل جدة تيديروا الإحرام في جدة. كل واحد داز على واحد الميقات من هذه المواقيت، إلا بغى يحج ولا يعتمر خصو يدير الإحرام فيه، وإلا تعمد يدوز بلا ما يدير الإحرام خصو يرجع ويدير الإحرام تمه، وإلا ما رجعش خصو يذبح حولي في مكة ويفرقوا على المساكين ديالها. إلا وصلت يا أخي الحاج للميقات عن طريق البر بالطوموبيلة ولا بالكار، خصك تغتسل وتدير الريحة أو العطر إلى قدرتي، ثم تلبس لباس الإحرام، وهو الإزار على النص التحتاني والرداء على الكتاف بجوجهم بيض ونضاف. المرأة
تلبس اللي بغات بلا زواق بلا تبرج. من بعد نوي الإحرام بالعمرة وتقول لبيك عمرة. وإلا جيتي في البابور ولا في الطيارة غادي يعلم البيلوت ولا القبطان ديال البابور باللي تدوش في ديك الوقيته حدا الميقات باش يستعدوا الحجاج يلبسوا الإحرام ديالهم. وفي هذه الحالة ما كاين مشكل إلا خرجتي من الدار ديالك وانت لابس الإحرام ديالك، وملي توصل للميقات تنوي الإحرام وتبدا في التلبية. الرجال خصهم يلبيو بالجهد والنساء يلبيو بالشوية. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. بعد الإحرام تكون أخي الحاج دخلتي في النسك، لهذا تولي عليك حرام دير الممنوعات ديال الإحرام. هذه الممنوعات هي تزول شي حاجة من الشعر أيا كان أو الضفار، ولكن إلا طاح شي حاجة بلا ما تتعمد ولا زولتي الشعر ولا الضفار وانت ناسي ولا جاهل بالحكم ديك الساعة ما عليك والو. بعد الإحرام ما خصكش دير العطر سوى لا بقات شي حاجة من الريحة أو العطر اللي درتيها قبل الإحرام. بعد الإحرام ما خصكش تصيد ولا تقتل الطير ولا تخوفه ولا تعاون شي واحد على داك الشي، وما خصكش تقطع الشجر ولا الربيع ديال الحرام. خص الإنسان إلا لقى شي حاجة طايحة في الأرض ما خصوش ياخدها، وإلا خداها خصو يعلم بها ويسلمها للسلطات السعودية. المحرم خصو كذلك ما يتزوج ما يخطب نساء لا لراسو ولا لغيره ولا يقرب المرأة بالشهوة. حرام على المرأة في الإحرام باش تلبس الصباعيات في يديها ولا تستر الوجه ديالها بالتام أو النقاب ولا البرقع، إلا إذا كانت مع الرجال اللي ماشي من المحارم ديالها ديك الساعة خصها تدلي الدر على وجهها بلا ما تشدها. حرام على الرجل اللي يغطي راسه بشي حاجة اللي تتلصق على الراس، أما إلا وقف تحت المظل ولا في الطوموبيلة ولا هز شي حاجة على راسه فما عليه والو. وإلا غطى راسه هو ناسي ولا ما عارفش الحكم خصو إلا عرف ولا تفكر يزول داك الشي على راسه دغيا. حرام عليه يلبس العباية ولا الحاجة المخيطة كما كانت على الجسم ديالو بحال الجلابة والسروال والعمامة والخفين اللي تيشبهوا التقاشر، إلا ما لقاش ليزار فما عليش يلبس السروال، وإلا ما لقاش الصندالات يدير الخفين. يجوز للمحرم باش يدير الصندالات والخاتم والمناظر ديال العينين والساعة والصناطة ديال اللودن والصمتة اللي يخبع فيها الفلوس والوراق ديالو. يجوز كذلك يبدل عليه الإحرام ديالو ولا يصبنو ويغسل راسو والجسم ديالو، وإلا طاح معاه شي حاجة من الشعر ديالو بلا ما يتعمد ما كاين مشكل. كذلك إلى التجرح يغسل الجرح ديالو. والإحرام ما عندوش شي صلاة خاصة بحال اللي تيظن بزاف ديال الناس، وخص الحاج ولا المعتمر يحافظ على اللي فرضوا عليه الله سبحانه وتعالى من الفرائض بحال الصلاة في الوقت ديالها في الجماعة، وخصو يتجنب ويبعد على الذنوب والمعاصي والغوات والكلام القبيح والفسوق بحاله بحال جميع المسلمين. تتوصل بنا رحلة الحج إلى مكة المكرمة فين كاين بيت الله القديم. مستحب أخي الحاج باش تغتسل ملي توصل مكة المكرمة، وملي تبغي تدخل المسجد الحرام تسبق رجلك اليمنية وتقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهاد الدعاء تقوله وقتاش ما دخلتي شي مسجد كما كان. من بعد تمشي عند الكعبة المشرفة باش تبدأ في الطواف، ومن السنة دير الاتباع في هاد الطواف، والاتباع هو تعري على الكتف اليمنية وتغطي اليسرية. وتبدأ في الطواف 7 ديال الأشواط تحسب من الحجر الأسود.
إلا قدرتي توصل ليه بلا ما تأدي حد بالدفيع والزحام والمدابزة تبوسو، وإلا يكفيك تشير ليه بيدك من بعيد وتقول الله أكبر، وتبدأ في الطواف وتذكر الله وتسبحه وتستغفر وتدعي الله سبحانه وتعالى وتقرأ القرآن بلا ما ترفع صوتك بالأدعية اللي ما دارهاش سيد النبي صلى الله عليه وسلم، بحال اللي تيدير بعض الناس اللي ما تيعرفوش ربي يغفر لهم، لأن داك الشي تيشوش على الحجاج الآخرين. إلا وصلتي أخي الحاج للركن اليماني حاديه بيديك إلا قدرتي بلا ما تبوسو ولا تدير شي حاجة أخرى بحال اللي تيدير بعض الناس تيخالفوا بداك الشي السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ما قدرتيش تحاديه كمل الطواف ديالك بلا ما تشير ليه ولا تكبر. من السنة أخي الحاج تقول ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا تكمل الطواف ديالك كما بديتيه 7 ديال الدورات، تبدأ من الحجر الأسود وعنده تكمل. كذلك من السنة دير الرمل، وهو تمشي بالزربة وتدير الخطوات صغارين، وهذا غير 3 ديال الأشواط الأولين من طواف القدوم. كاين بعض الأخطاء اللي تيديرها بعض الحجاج في الطواف. هذه الأخطاء هي ملي تكون تطوف بالكعبة ما خصكش تدخل في الحجر لأنه من الكعبة، وإلا دخلتي ليه الطواف ديالك تيبطل. كذلك بعض الحجاج تيحاديو بجميع أركان الكعبة وحتى الحيوط ديالها، تيعنقوها وتيتشبطوا بالكتان ديالها وبالباب ديالها وحتى بمقام إبراهيم. كل هذا الشيء من البدع اللي ما عندها أصل في الإسلام وما دارهاش النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يجوز ترفع الصوت ديالك في وقت الطواف لأن فيه تشويش على المسلمين. كذلك خص الراجل ما يزاحم المرأة والمرأة ما تزاحم الراجل، وهذا الشيء كيوقع أكثر عند الحجر الأسود وعند مقام إبراهيم. ملي تكمل أخي الحاج الطواف ديالك غطي الكتف اليمنية ديالك بالرداء وسير تصلي واحد السنة المؤكدة 2 ركعات مورا مقام إبراهيم إلى قدرتي، وإلا صليهم في أي بلاصة في المسجد الحرام. قرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة أي الحمد لله رب العالمين وسورة قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وسورة قل هو الله أحد، وإلا قريتي شي سورة أخرى ما كان مشكل. ملي تسالي أخي الحاج سير تشرب من زمزم وفرغ الماء ديالو على راسك وعلى وجهك لأن داك الماء مبارك. من بعد سير قدام الحجر الأسود وشير ليه، ثم مشي للصفا باش دير السعي 7 الأشواط. ملي تقرب من الصفا تقول ابدأ بما بدأ الله به، ثم قول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم اطلع على الصفا ودور وجهك جهة القبلة وقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تقول هذا الدعاء 3 المرات، وما بين مرة ومرة ادعي باللي بغيتي، وإلا قريتي غير ديك الدعاء ما كاين مشكل. وخصك أخي الحاج ما ترفع يديك إلا في وقت الدعاء وما تشيرش بيديك من اللي تكبر. هذا الشيء من الأخطاء اللي تيديرها بزاف ديال الحجاج. من بعد اهبط من الصفا وسير بشوية جهة المروة وانت تذكر الله سبحانه وتعالى وتدعيه لراسك ولولادك ولجميع المسلمين. ملي توصل العلامة الخضراء جري حتى توصل العلامة الخضراء الثانية، هاد الجري خاص بالرجال ماشي بالعيالات، وتكمل المشي ديالك حتى المروة وتطلع على المروة وتقول نفس الدعاء اللي قلتيه في الصفا. وبهذه الطريقة تكمل السعي ديالك 7 ديال الأشواط أو المرات. من الصفا للمروة تتحسب 1 الشوط، وملي ترجع من المروة للصفا تتحسب شوط آخر.
تيخصك تعرف أخي الحاج باللي إلا عيتي ولا ما قدرتيش ولا إلا كنت مريض لا قدر الله ما كاين مشكل إلا درتي السعي في الكروسة. وكذلك يجوز للمرأة الحائض ولا النفيسة دير السعي بلا الطواف، لأن الطواف بحالو بحال الصلاة، والمرأة خصها ما تجريش ما بين العلامات الخضر. باللي تسالي أخي الحاج السعي ديالك خصك تقرع راسك ولا تنقص من الشعر ديالك إلا كنتي متمتع، وإلا نقصتي من الشعر ديالك لازم يكون على الراس كله، ماشي تنقص من جهة وحدة وتخلي الباقي. أما المرأة تنقص من الشعر ديالها قد الضفار. وإلا سالتي تكون أخي الحاج كملتي العمرة ديالك، كل الممنوعات ديال الإحرام تتولي حلال. تيخص للحاج والمعتمر يكتر من التلبية في الوقت ديالها، وهي في العمرة من الإحرام حتى يبدأ الطواف، وفي الحج من الإحرام حتى يرجم جمرة العقبة في نهار العيد، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا 8 ذو الحجة يوم التروية. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. فهاليوم تمشي الحجاج بالإحرام ديالهم سواء كانوا دايرين التمتع ولا القران ولا الإفراد إلى صعيد منى، بحال اللي دار النبي ديالنا محمد صلى الله عليه وسلم. من السنة تمشي لمنى قبل الظهور باش تصلي تما الظهور والعصر والمغرب والعشاء والفجر بالقصر بلا ما تجمع، وما كاين فرق في هذا الشيء ما بين أهل مكة وغيرهم. ومن السنة يبات الحاج ديك الليلة في منى، ومن يصلي الفجر في النهار التالي أي يوم 9 ذو الحجة يستنى حتى تطلع الشمس ويمشي لعرفات بالشوية والتباتة وهو تيلبي ويكبر الله تعالى. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 9 ذو الحجة يوم عرفة. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. فهذا النهار الكبير تتمشي المجموعات ديال الحجاج لصعيد عرفات، هذا النهار اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم باللي هو من أفضل الأيام. تيوقف المسلمين في عرفات ملي تشرق الشمس حتى تغرب. من السنة يوقف الحاج في نمرة إلى قدر، وإلا بعد خصو يتأكد باللي هو داخل حدود عرفة، وكاين بزاف ديال العلامات والبلاكات لتتبين حدود عرفة، وعرفة كلها موقف. هذا النهار الكبير خص الحاج يشغل راسه بالذكر والتلبية ويكتر من الاستغفار والتكبير والتهليل، وخصو يتوجه لله سبحانه وتعالى بالخشوع والتضرع ويجتهد في الدعاء لراسه والأهل ديالو وولاده والخوت المسلمين جميع. ملي يدخل وقت الظهور يخطب الإمام واحد الخطبة يوعظ فيها ويرشد فيها الناس، ويصلي من بعدها الحجاج الظهور والعصر جمعا وقصرا كما دار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يصلي لا قبل منهم ولا من بعد منهم حتى شي حاجة. خصك أخي الحاج ما تطيحش في بعض الأخطاء اللي ممكن تضيع عليك الأجر والثواب في هذا النهار الكبير والموقف الكريم. هذه الأخطاء هي بعض الحجاج تيوقفوا خارج حدود عرفة وتيبقوا تما حتى تغرب عليهم الشمس ويمشيوا للمزدلفة، وهذا راه تيبطل لهم الحج ديالهم. البعض الآخر تيمشيوا من عرفة قبل ما تغرب الشمس، وهذا لا يجوز، مخالف للسنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تيتزاحموا ويدافعوا باش يطلعوا جبل عرفة ويوصلوا الراس ديالو ويتمسحوا به ويصليوا تما، وهذا من البدع اللي ما عندها أصل في الشريعة وتتسبب في بزاف ديال المضرة في الصحة وفي الجسم ديال اللي تيدير داك الشيء. والبعض تيدور وجهه جهة جبل عرفة ملي تيدعي الله سبحانه وتعالى، والسنة يدور وجهه الجهة ديال القبلة. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك مزدلفة. لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ملي تغرب والملك الشمس في نهار عرفة تمشي المجموعات ديال الحجاج للمشعر الحرام اللي سميتو مزدلفة. غير يوصلوا يصليوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا بواحد الأذان وجوج ديال الإقامات ويباتوا ديك الليلة تما وهم تيذكروا الله سبحانه وتعالى وتيشكروه على الفضل والإحسان ديالو على أنه وفقهم وكتب لهم يحضروا في الوقوف ديال يوم عرفة. وملي تيوصلوا الحجاج إلى مزدلفة تيديروا بعض الأخطاء اللي لازم ننبهوا لها. أولا تيمشيوا يجمعوا الحجر اللي يرجموا به الجمرات قبل ما يصليوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا والصلاة هي الأولى. تيحسابوا بلي الحجر ديال الرجم لابد نجمعوه من مزدلفة وهذا الشيء غلط ما خصناش نديروه. والسنة أخي الحاج أنك تبات ديك الليلة في مزدلفة حتى تصلي فيها الفجر. والشريعة عطات الرخصة للنساء والضعفاء والدراري والناس الكبار باش يمشيوا من مزدلفة بعد النص الليل. وإلا كنت يا أخي الحاج من الناس اللي لازم يباتوا تما بعد ما تصلي الفجر مستحب توقف عند المشعر الحرام وهو واحد الجبل في مزدلفة ولا يمكن ليك توقف في أي بلاصة في مزدلفة. تدور وجهك جهة القبلة وتكتر من الذكر والتكبير والدعاء باش ما بغيتي. من بعد تمشي تجمع الحجر ديال الرجم 7 ديال الحجرات كبر من الحمص وصغر من الفولة ترجم بهم جمرة العقبة الكبرى واللي بقى تجمعوا في منن. من بعد تكمل طريقك على بركة الله قبل ما تشرق الشمس المنن وانت خاشع تتلبي وتكتر من ذكر الله عز وجل. ملي توصل أخي الحاج المنن خصك تمشي نيشان لجمرة العقبة الكبرى وهي الجمرة القريبة من مكة. غير توصل ليها تحبس التلبية ثم رجم جمرة العقبة ب7 ديال الحجرات متابعين تقول الله أكبر مع كل حجرة ثم تذبح الهدي ديالك إلى كي يلزمك الهدي كل منه وطعم الفقراء والمساكين. من بعد سير تنقص من الشعر ديالك ولا تقرع وإلا قرعتي يكون أحسن. المرأة تنقص من الشعر ديالها قد الضفار وهذا الترتيب هو الأحسن وإلا سبقتي شي حاجة على حاجة أخرى فما كان مشكل. عشرة ذو الحجة العيد الكبير.
الحمد لله ذي الفضل والنعم. تيستقبلوا المسلمين في مكانه في العالم، والحجاج كذلك نهار العيد الكبير المبارك، وهما فرحانين وشاكرين الله سبحانه وتعالى على النعمة ديالو، وتيذبحوا العيد ديالهم باش يتقربوا من الله عز وجل. تنلاحظوا بلي الحجاج ملي يبغيو يرجموا الجمرات تيديروا بعض الأخطاء. بعض الحجاج تيظنوا باللي تيرجموا الشيطان، لذلك تيرجموا بالعصبية وتيسبوا الشيطان، مع أنه رمي الجمرات شرع الله سبحانه وتعالى باش نذكروه فيه. بعض الحجاج تيرجموا بحجر كبير وبالصباط وبالخشب، وهذا تشدد نهى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الزحام والدفيع اللي تيوقع في الجمرات واحد الغلط كبير تيديروه بزاف ديال الحجاج، والحاج خصو يرحم خوتو المسلمين ماشي يدفعهم. كذلك خص الحاج يحاول يرجم داخل الحوض، سواء جات الحجرة في العمود ولا ما جاتش فيه. البعض تيرميو الحجر كله في واحد الخطرة، وفي هذه الحالة ما تتحسب غير واحد الحجرة، والمشروع الحاج خصو يرمي حجرة مور حجرة ويكبر الله تعالى مع كل حجرة. ملي تيسالي الحاج الرجم ديال جمرة العقبة ويقرع راسه ولا ينقص من الشعر ديالو، هذاك الشيء اللي كان حرام عليه في الإحرام ولا كله حلال إلا يقرب للنساء. طواف الإفاضة. من بعد ينزل الحاج لمكة باش يطوف طواف الإفاضة، وهذا الطواف ركن من أركان الحج ما يكمل إلا به. ثم يسعى إلى كان متمتع، ولا كان داير القران ولا الإفراد وما يسعاش مع طواف القدوم خصو يدير السعي، ولا كان دارو مع طواف القدوم ما يلزموش يديروا. وخصك تعرف أخي الحاج أنه يجوز توخر طواف الإفاضة حتى ترجع من منى وتسالي الرجم كله في 3 أيام اللي مورا العيد. وملي تيسالي الحاج طواف الإفاضة تيولي كل شيء اللي تحرم عليه بالإحرام حلال حتى العيالات. أيام التشريق. من بعد خص الحاج يرجع لمنى باش يبات فيها 3 أيام ديال التشريق، الليلة ديال 11 و12 و13 من ذو الحجة، ولا 2 الليالي بالنسبة لمزروب، بحال اللي قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وخص الحاج يرجم الجمرات ب3 بعد الظهور في الأيام اللي يباتها في منى، ويكبر مع كل حجرة. ومن السنة يوقف بعد الجمرة الصغيرة والجمرة الوسطانية وهو مدور وجهه جهة القبلة، ويرفع يديه ويدعي الله سبحانه وتعالى باللي يبغاه. أما الجمرة الكبيرة وهي جمرة العقبة فما يخصوش يدعي من بعدها. وبالنسبة لمزروب خصو يرجم الجمرات ب3 في اليوم 12 من ذو الحجة من مور الظهور، وخصو يخرج من منى قبل المغرب، وإلا غربت عليه الشمس وهو مازال في منى خصو يبات ديك الليلة تما ويرميه في نهار 13، إلا إذا كان وجد راسه باش يمشي ويدير التعجل وخا غربت عليه الشمس وهو في منى فيكمل طريقه وما يلزموش يبات. طواف الوداع. مكة المكرمة. كل حجاج سلاو من الحج ديالهم وكيستناو باش يمشيو ويرجعوا لبلادهم، لذلك أخي الحاج تيلزمك تطوف بالبيت العتيق طواف الوداع. وطواف الوداع ما ديرو حتى تبغي تخرج من مكة وترجع لبلادك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: حتى واحد ما يمشي حتى يطوف بالكعبة. وطواف الوداع هو الواجب الاخر اللي تيخص الحاج يديرو قبل ما يرجع لبلاده مباشرة.
وحتى واحد ما يتعفى منه إلا المرأة الحيض والنفيسة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المدينة المنورة وكيف تزور المسجد النبوي. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا دابا نمشيو للمدينة المنورة اللي لها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها توفى عليه الصلاة والسلام، باش نزوروا المسجد النبوي اللي هو واحد المسجد من 3 ديال المساجد اللي لا يجوز نسافروا إلا لها، بحال اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، يعني ما يسافر حد إلا إلى 3 ديال المساجد: المسجد الحرام والمسجد ديال هذا والمسجد الأقصى. وخصك تعرف أخي الحاج باللي الزيارة ديال المسجد النبوي ماشي شرط من واجبات الحج، وما عندها أي علاقة بالحج، وما تتحسبش منه، وما عندها إحرام، ومستحبة في كل وقت في العام كله. إلا أنه أخي الحاج ملي كتب ليك الله سبحانه وتعالى تحج وتجي لأرض الحرمين الشريفين، مستحب تمشي للمدينة المنورة باش تصلي في المسجد النبوي اللي صلاة فيه خير من 1000 صلاة خير من المساجد، إلا المسجد الحرام اللي صلاة فيه تتحسب ب100,000 صلاة. وكذلك باش تزور وتسلم على نبي ديالنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملي توصل أخي الزائر إلى المسجد النبوي سبق الرجل اليمنية ديالك ملي تبغي تدخل، وسمي الله سبحانه وتعالى وصلي على النبي ديالو صلى الله عليه وسلم، وادعي الله تعالى باش يفتح لك الأبواب ديال الرحمة ديالو، وقول: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الدعاء مشروع تقوله في كل المساجد. وملي تدخل أخي الكريم سير تصلي 2 ركعات تحية المسجد، ومن الأفضل تكون في الروضة الشريفة إلى قدرتي، ولا صلي في أي بلاصة من المسجد الشريف. من بعد سير أخي الزائر للقبر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف قدامه وسلم عليه بالأدب وبشوية وقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم جزيه عن أمته أفضل الجزاء. من بعد قرب شوية اليمين ديالك باش توقف قدام القبر ديال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سلم عليه وادعي ليه بالرحمة والمغفرة والرضوان. ثم زيد قرب شوية على اليمين باش توقف قدام القبر ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سلم عليه وادعي ليه بالرحمة والمغفرة والرضوان. تنلاحظوا باللي بعض الناس من اللي تيزوروا المسجد النبوي تيديروا بعض الأخطاء اللي تتحسب من البدع اللي ما عندها أصل في الشريعة، وما دارها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم. منها تيتمسحوا بالحديد ديال الشرجم ديال البيت اللي تدفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالحيوط ديال الجامع، وتيدوروا وجههم جهة القبر في وقت ديال الدعاء. والصحيح خص المسلم يدور وجهه في وقت الدعاء جهة القبلة. كذلك يسن بعد زيارة المسجد النبوي باللي تزور قبور أهل البقيع اللي تدفن فيها بزاف ديال الصحابة رضوان الله عليهم، منهم الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكذلك الزيارة ديال قبور شهداء أحد، ومنهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، تسلم عليهم وتدعي لهم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة رضوان الله عليهم باش نقولوا في زيارة المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. الله
كذلك من السنة باش تزور وانت موضي مسجد قباء اللي هو أول مسجد تبنى في الإسلام، تزورو تصلي فيه كما دار النبي ديالنا صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. وخصك تعرف أخي الحاج باللي ما كاين في المدينة حتى بلاصة أخرى بلا اللي ذكرنا مستحب باش تزورها، لذلك ما يشقاش تعذب راسك في المشي والمجي هنا وهنا في واحد الحاجة اللي ما فيها حتى أجر. خص الحاج والمعتمر من اللي يرجع لبلاده يتفكر اللي داروا من شعائر الحج، كل ما قالت له نفسه يرتكب شي معصية يتفكر الوقوف دياله في عرفة والطواف بالبيت والذكر ديال الله سبحانه وتعالى اللي داروا في الأيام والبلايص ديال الحج، لأن داك الشي يعاونوا بإذن الله باش يبعد على الذنوب والمعاصي. أسأل الله تعالى لكل واحد حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.